الله 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 على الجمال، ايه الكلام الجميل ده وايه الحاجات الجامده ديت. هي دي ده ايه ده؟ كنتاكي ولا فراخ ولا ايه النظام؟ خليكي معايا عشان اقولك ايه ايه الاكله الحلوه الجميله دي اللي هتعجبك وهتبهرك. والطعم بتاعها عايزه اقولك تحفه تحفه تحفه، مقرمشه قوي من بره ودايبه خالص من جوه، وما بتشربش زيت معايا، وبتكات بسيطه وبشويه اضافات وشويه خلطات هتطلع معاكي تحفه. خليكي معايا وتابعيني واعرفي هعملها ازاي. بصي بقى يا ستي، ده هيطلع ايه؟ ده كرنبيت، ايوه كرنبيت الشتا الجميل اللي مفيد جدا وصحي جدا، وفي كتير مش بيحبوه من الاطفال عشان مش بيعجبهم. عايزه اقولك ان معايا الطريقه ديت هتعجبك جدا، والطعم هيبهركم كلكم وهيبهر اولادك. الخلطه اللي معايا هنا ايه؟ ده ملح وكمون وشطه، 3 اضافات. هحط عليهم معلقه كزبره، هضيف عليهم كمانك ايه، هضيف عليهم معلقتين دقيق. لو عندك معلقه نشا يا ريت تحطيها، انا ما كانش معايا نشا فحطيتش نشا، بس برضك ما فرقتش معايا كتير. لو عندك نشا حطي. قلبي بقى كل التتبيله الحلوه ديت مع بعض، ولو حسب الكميه بتاعتك كل ما هتزودي الكرنبيت كل ما هتزودي المواد بتاعته والخلطات بتاعته. انا حطيت هنا بيضه واحده، واحط معلقه بيكنج باودر، وهخلي الكيس بقيته مش هرميه. هقولك هعمل بيه ايه دلوقتي. كل ده هقلبه كده، ومعلقه وكوبايه ميه هروح ضيفاها عليه ومخليها دي الماده السائله. الخلطه ديت خلطه شاورما سوري كانت عندي. عايزه اقولك ان فرقت في الطعم جدا. اي خلطه عندك طعمها حلو بتحبيها للفراخ حطيها، هتفرق كتير جدا في الطعم بتاع الكرنبيت، وهتخلي ان هو طعمه مختلف. هتحسي انتي بتاكلي فراخ كنتاكي مش بتاكلي كرنبيت. المكون ده معايا ده دقيق ومعلقه ملح ومعلقه كمون وبردك شويه شطه صغنطتين كده، وهتقلبي كل دوت مع بعض مع البيكنج باودر. بقيه البيكنج باودر هتحطيه وتقلبي بردك ايه التركيبه دي لوحدها. هو ده ايه دوت الكريسبي اللي بيتباع عند العطار، بيدي لون جميل جدا وقرمشه تحفه من بره. هاتي الناعم ما تجيبيش الخشن، لان بيبقى فيه ناعم وفيه خشن. طبعا الخلطه السايله هتحطي فيها بقى الكرنبيت بتاعك، وهتروحي حاطه في الدقيق بتاعنا. والتكات البسيطه ديت هتفرق معانا كتير. طبعا عايزه اقولك تقلبيه حلو قوي في الدقيق عشان يعمل طبقه من بره ويتغلف جامد، ما يخشش معانا زيت واحنا بنقليه. هنرجع تاني نحطه في الخلطه السايله دي. طبعا كده انتي بتعملي له طبقه من بره بتغلفيه بيها، وهترجعي تحطيه في الاخر في الكريسبي دوت اللي احنا جايبينه. طعمه ولونه صراحه بيبقى جميل جدا. في البانيه كمان بيبقى طعمه ولونه تحفه، بيخليه لونه اصفر كده ما بيغمقش لون الحاجه. اهم حاجه بقى الزيت بتاعي يبقى سخن كده وابتدى يدخل على السخونيه حلو، وتبتدي تحطي الكرنبيت بتاعك وتقليه. هياخد معانا بقى اللون الحلو كده والقرمشه اللي من بره بسبب الطبقه اللي احنا عملناها، وهيعجبك جدا وهيعجب اولادك. بس اعمليه بنفس الطريقه ديت، وضيفي عليه الحاجات البسيطه اللي هتفرق معاكي في الطعم وفي اللون، وهتخليه من جوه ما فيهوش زيت خالص، لان الطبقه اللي من بره ديت بجد غلفته. عايزه بقولك ان من بره بيقرمش ومن جوه دايب وطري ومش بيشرب زيت خالص. يا رب طريقتي بقى تكون عجبتك وتجربيها. الاكله الحلوه الجميله المفيده جدا ديت هتعجبك، بالطعم الجديد دوت هيفرق معانا كتير. هشوفك بقى على خير في وصفه جديده وطريقه سهله وبسيطه. باي باي.